الأثرياء. وكان المفروض إذا هاجمنا نهاجم إذا كانت فلوسهم من حرام، إنما إذا كان ربنا بيرزقهم نمنع عليه الرزق ما دام ما بيفرضوش على الناس. أنا جايب لكم النهارده النقيض. أنا عضو في مجلس نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، فيها 5000 محفظ، أقول كمان 5000 محفظ. كل محفظ تقريبا له في الأسرة 5 أو 6 أفراد، يعني من 25,000 فرد ل 26,000 فرد، ده على الأقل. معاش الفرد كام أو ماهيته كام؟ ماهية المحفظ كانت 2 جنيه، كانت المحفظ في الشهر مش في اليوم. نقيب القراء فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع سعى وجاد حاجة شخصية يعني إلى أن وصل مرتب المحفظ وقارئ السورة 45 جنيه في الشهر. في الشهر ده هو بيشتغل لغاية لما يخرج على المعاش. إذا خرج على المعاش بياخد كام بقى؟ أنا أجيب لكم شيء رسمي من النقابة. بعد لما يخرج من المعاش على 65 سنة ياخد 25 جنيه في الشهر. لما يموت الزوجة والقصر ياخدوا 23 جنيه و30 قرش في الشهر. الزوجة فقط ما عندوش أولاد، مراته اللي عايشة تاخد 10 جنيه و30 قرش في الشهر. الأولاد عنده أولاد بدون زوجة، زوجة توفيت إلى رحمة الله وفضل للأولاد، ياخدوا 17 جنيه و7 ساغ ونص. دول حملة القرآن الكريم، دول اللي بينشروا القرآن. جايين تتكلموا على 5 6 تنفار أو 10 تنفار وجمعينهم من جميع الدول الإسلامية، جايبين من السعودية ناس، وجايبين من الكويت ناس، وجايبين من مصر ناس، وجايبين من القطر ناس. 5 6 7 تنفار. ادي الحياة بتاع ادي حفاظ القرآن اللي بيحفظوا القرآن وبيحفظ المقرئين. ايه هو ده؟ لازم تشوفوا لكم حل. انا بقول لكل المسؤولين، لرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف، ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ احمد نظيف، كل المسؤولين. بخاطب برضو امام المسلمين الدكتور سيد طنطاوي، بكلم وزير الاوقاف يشوفوا الموضوع ده. هل قارئ القرآن ياخد على المعاش 25 جنيه والعامل المحفظ للقرآن ياخد 45 جنيه؟ انا ما باخدش طبعا. انا ليا شرايط في السوق ما باخدش برضه. انا مش بدافع عن حد، هم عندهم الكفاءة على انهم يدافعوا عن نفسهم. ويدافعوا عن نفسهم عن ايه يعني؟ هم متهمين. برضه قريت في جورنال دخلوا في اوض النوم بتاعتهم، اوض الدعاة، يفتشوا في السراير وفي الدواليب عن حياتهم، ده اتجوز كذا وده اتجوز كذا. انتوا بتهدوا الاسلام؟ ايه قصدكم من هذا؟ حلوا المسائل ديت، حلوا مشكلة 5000 قارئ ومقرئ. حرام عليكم، اتقوا الله. ان شاء الله هنقرا من سورة البقرة وان كنتم على سفر. انا بقول لكم انا ليا شرايط اهي تتباع، مش هقول لكم على اسمها، لكن مكتوب هذا العمل يقوم به الاستاذ احمد عامر ابتغاء وجه الله
ولا يتقاضى عنه أجر، لا باخد من قناة ولا من إذاعة. مع العلم أنا سجلت يمكن 9 قنوات فضائية وشرايط والنت، ما باخدش حاجة. لكن حرام تهاجموا الدعاة اللي بيقولوا. أنا عايز أسأل سؤال بسيط معلش. اللي بيغنوا، سمعت برنامج من 3 أيام المذيع بيسأل المطرب، بيقول له الأغنية دي بقالها قد إيه؟ قال له 27 سنة وشغالة زي النار. قال له طب نغنيها أنا وأنت مع بعض. غنوها مع بعض. إيه هي الأغنية اللي جمع عليها مئات الألوف؟ الصح تدحم بوه، ادي الواد لابوه، الواد وقع في الأرض، شيل الواد من الأرض، ادي الواد لأمه. ده كسب ألوف الألوف. اترقت العملية، الذوق علي. سمعنا الأغنية الجميلة بحبك يا حمار، اتجمع فلوس ألوف. اترقى الذوق شوية كمان، خد بوس البابا ولا بوس الواوا، خد بوس الواوا. ايه ده؟ احنا فين؟ قارئ القرآن بياخد 25 جنيه معاش. راجعوا يا ناس، هذا حرام والله. ربنا سبحانه وتعالى هيوقفنا ويقول للملائكة وقفوهم إنهم مسؤولون. خلينا هنا، ده مش موضوعنا. إن شاء الله.